الإسكندرية عروس البحر المتوسط، مدينة التاريخ والحب والجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة علم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن الإسكندرية عروس البحر المتوسط. الإسكندرية عروس البحر المتوسط، مدينة التاريخ والحب والجمال. تنام شواطئها الطيبة على صدر البحر بلا خوف، وتناجي الأمواج رمالها اللازردية، فيسجل الزمان لهما أجمل قصائد الحب وأروع همساته. ومنذ أن بنى الإسكندر المقدوني هذه المدينة لتكون مقرا له وعاصمة لإمبراطوريته الكبيرة، والإسكندرية موطن الأدباء والفنانين ومقصد الكتاب والشعراء. من لم يولد بها أو ينشأ فيها فقد جاء إليها أو قضى بين ربوعها ردحا طويلا أو قصيرا من حياته. الإسكندرية هي العاصمة الثانية لمصر، وكانت عاصمتها قديما، وهي عاصمة محافظة الإسكندرية وأكبر مدنها. تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 55 كيلومتر شمال غرب دلتا النيل، على مساحة 2679 كيلومتر مربع. يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب بحيرة مريوط حتى الكيلو 71 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. ويحدها من جهة الشرق خليج أبو قير ومدينة إدكو التابعة لمحافظة البحيرة، ومن الغرب حتى الكيلو 36 على الطريق الساحلي الدولي ومركز برج العرب. تضم مدينة الإسكندرية الكثير من المعالم المميزة، إذ يوجد بها أكبر مواني مصر البحرية، وهو ميناء الإسكندرية الذي يمر به نحو 60% من إجمالي الواردات والصادرات المصرية. وتضم أيضا مكتبة الإسكندرية الجديدة التي تحتوي على أكثر من 8 ملايين كتاب، وتستقبل حوالي 1,000,000 زائر سنويا. كما تضم العديد من المتاحف مثل متحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني، والمواقع الأثرية مثل قلعة قايتباي وعمود السواري. سكان الإسكندرية يعملون بأنشطة الصيد والتجارة والصناعة والزراعة. تنقسم الإسكندرية إلى 9 أحياء إدارية، هي حي أول المنتزه، حي ثان المنتزه، حي شرق، حي وسط، حي غرب، حي الجمرك، حي العجمي، حي أول العمرية، وحي ثان العمرية. بدأ العمل على إنشاء الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر سنة 332 قبل الميلاد، عن طريق ردم جزء من المياه يفصل بين جزيرة ممتدة أمام الساحل الرئيسي تدعى فاروس بها ميناء عتيق، وقرية صغيرة تدعى ركتوس أو ركودة يحيط بها قرى صغيرة أخرى تنتشر كذلك ما بين البحر وبحيرة مريوط. واتخذها الإسكندر الأكبر وخلفائه عاصمة لمصر لما يقارب 1000 سنة. في بداية القرن الرابع قبل الميلاد لم تكن الإسكندرية سوى قرية صغيرة تدعى ركتوس أو ركودة يحيط بها قرى صغيرة. يقول عنها علماء الآثار أنها ربما كانت تعد موقعا استراتيجيا لطرد الأقوام التي تهجم من حين إلى آخر من الناحية الغربية لوادي النيل، أو لربما كانت ركتوس مجرد قرية صغيرة تعتمد على الصيد ليس إلا. وعلى امتداد الساحل الرئيسي للقرية توجد جزيرة تسمى فاروس، ويوجد بها ميناء يخدم الجزيرة والقرى الساحلية معا. في ذلك الوقت كانت مصر تحت الاحتلال الفارسي منذ سقوط حكم الفراعنة والأسرة الثلاثون، ولم تكن مصر الوحيدة الواقعة تحت احتلال الفرس، فقد كانت بلاد الشام والعراق واقعة تحت هذا الاحتلال.
بعد دخول الإسكندر الأكبر مصر وطرده للفرس منها، استقبله المصريون بالترحاب نظرا للقسوة التي كانوا يعاملون بها تحت الاحتلال الفارسي. ولكي يؤكد الإسكندر الأكبر إنه جاء إلى مصر صديقا وحليفا وليس غازيا مستعمرا، اتجه لزيارة معبد الإله آمون إله مصر الأعظم في ذلك الوقت، فذهب إلى المعبد في واحة سيوة وأجرى له الكهنة طقوس التبني ليصبح الإسكندر الأكبر ابنا للإله آمون، ولقب فيما بعد بابن آمون. تتميز الإسكندرية بمناخ معتدل، إذ يسود بها مناخ البحر المتوسط، والذي يتميز بصيفه الحار والجاف وشتائه الرطب والمعتدل والممطر. يمتد فصل الشتاء في الإسكندرية عبر شهور ديسمبر ويناير وفبراير، وتتراوح درجة الحرارة العظمى فيه ما بين 12 و 18 درجة مئوية. وتتعرض الإسكندرية خلال هذا الفصل إلى العديد من العواصف الرعدية الشديدة والبرد والأمطار الغزيرة. أما فصل الصيف في الإسكندرية فيمتد عبر شهور يونيو ويوليو وأغسطس، وتتراوح درجة الحرارة فيه ما بين 25 و 30 درجة مئوية. ويتميز صيف الإسكندرية بالجفاف وارتفاع نسبة الرطوبة. أما فصلي الربيع والخريف فيعدان أفضل وقت لزيارة المدينة،